يسعد مساكم حبايبي بكل خير، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم إن شاء الله عندي وصفة دجاج بالفرن، دجاج مشوي بالفرن. بداية رح أبدأ بتتبيلة الدجاج. طبعا هاي الحركة تتبيل الدجاج ممكن نعملها قبل بيوم، بيكون أفضل علشان يعطي يعني نكهة أفضل. عندي هون حطيت حبة من البندورة، وحطيت حبة من البصل الأخضر، حبة من البصل العادي، وأربعة أو 5 أسنان تومة. حطيتهم بالمفرمة وفرمتهم كتير منيح مع بعض زي ما انتوا شايفين، نعمتهم مزبوط زي هيك. راح احطهم هلأ بصحن علشان اضيف لهم البهارات المطلوبة. والبهارات هي كالتالي: عنا ملح، كمان بهار الكيجن وفلفل اسود. بهار الكيجن اذا مش موجود عادي شيلوه، ما في مشكلة. عنا كزبرة ناشفة كمان وبهار مشكل. وعندي عراس المعلقة قرفة مطحونة، وعراس المعلقة لومي مطحون. والمكون الأساسي هو معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة. عندي هون كمان تقريبا معلقة من الفلفل الأحمر المطحون. وعندي معلقة كمان من الصلصة صلصة البندورة. عندي كمان معلقة من الزنجبيل المطحون طبعا الفريش. معلقة كبيرة من الماسترد أو من الخردل. كمان عندي معلقة من الزبادي. وعندي هون بيالة من زيت الزيتون، وبتقدروا تستبدلوا بزيت قلي عادي يعني. وهون عندي توابل مرق الدجاج كمان، بيعطي نكهة كتير طيبة في التتبيل. هلأ رح أقلبهم كتير منيح وأخلطهم مزبوط مع بعض. طبعا عندي هون أنا دجاجتين كنت مشرحيتهم زي هيك علشان تدخل التتبيلة أحسن وأحسن جواتهم. وزي ما قلنا لو انهم معمولين من قبل بيوم متبلين، بكون طبعا الدجاج حيتشرب التتبيله بشكل احسن. هلا راح انزل عليه التتبيله وراح احركه شوي بحيث انه يختلط بكل التتبيله ويوصل لجميع اجزاء الدجاج. وراح اتركه، انا تركته هون حوالي ساعتين يعني. راح انزله بالصينيه الفرن، وطبعا راح اغطيه بالقصدير، وبعدين ادخله على الفرن على درجه حراره 200 او 220 حسب حماوة الفرن عندكم، على الرف الوسطاني طبعا. أخذ عندي أنا حوالي الساعة تقريبا، أخذ ساعة. هون أنا كنت عاملة أرز مبهر، وراح أنزل الدجاج فوقه وراح أزينه وأقدمه. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، إن شاء الله تستمتعوا فيها. بصراحة الطعم كتير 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 طيب. ممكن تدخنوا الدجاج هذا إذا بتحبوا، تحطوا فحمة وتدخنوه بيطلع كمان أطيب وأطيب. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ما تنسوني من اللايك والشير طبعا، والسبسكرايب للي مش مشتركين في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.